تم اليوم تنفيذ عملية إرهابية بيضاء بأحد المطاعم بالعاصمة بتنسيق من الجامعة التونسية للمطاعم السياحية ومنطقة الأمن الوطني بالمرسى وإقليم الأمن الوطني بقرطاج. عملية تجي استعدادا لإنجاح الاحتفال بالسنة الميلادية وتأمين زيارة السياح لتونس في الأيام القادمة. تم اليوم تنفيذ عملية إرهابية بيضاء بأحد المطاعم بالعاصمة بتنسيق من الجامعة التونسية للمطاعم السياحية ومنطقة الأمن الوطني بالمرسى وإقليم الأمن الوطني بقرطاج. هي البادرة ماشي الأولى صارت في الحمامات، حبينا ندعموها في تونس. هذه في معناها الاجتماعات اللي قاعدة تصير على مستوى مركزي ما بين وزارة السياحة ووزارة الداخلية باش نتعداو من مرحلة الاجتماعات إلى تسييم عمليات بيضاء في رسائل باش نعديوهم للمواطنين التوانسة والسواح الأجانب على مدى جاهزية وحداتنا الأمنية، ونحب نرسخ مرحلة من الوعي لأصحاب المؤسسات السياحية، وخاصة نبرزوا النتائج الإيجابية اللي قاعدة تتحقق على مستوى أمني. توخي حضر وبرشا فتنة هكا كان عمل جميع الوحدات الأمنية اللي يشاركوا في العملية هذه الإحاطة بالعناصر الإرهابية اللي في المطاعم وفك الرهائن اللي احتجزوهم، كما تم استعمال آلات عديدة لتفكيك المتفجرات اللي كانوا على مقربة من محيط المطعم. هي عملية بيضاء تحضير الرأس العام، الاحتياطات الأمنية المتخذة في الرأس العام، وشوفوا مثل هذه العمليات اللي هي متعودين نحن نعملوها في الشمالية خاصة باش نعرفوا مدى جاهزة وحداتنا. عملية تجي استعدادا لإنجاح الاحتفال بالسنة الميلادية وتأمين زيارة السياح لتونس في الأيام القادمة. العملية هذه كما قلت لك أكدوا أنه مستعدين. بطبيعة الحال نحن على مستوى الجهة انعقدت العديد من الجلسات في إطار تأمين رأس السنة، ولكن تحولنا من نظري باعتبار أنه هذيك على مستوى الإعداد اللوجستي على مستوى الاستعدادات الكل إلى التطبيق. واليوم العملية هذه تأكد معناها الاستعدادات ونجاعة معناها قواتنا في التصدي لكل المخاطر اللي يمكن أنها معناها تهدد بلادنا. عملية ليست الأولى من نوعها وين تحاول الهياكل الأمنية في كل مرة توعية المواطنين من العمليات الإرهابية للعيش في أمان. واستعدادا للسنة الإدارية الجديدة والموسم السياحي القادم، تنظم الجامعة التونسية للمطاعم السياحية وبالتعاون مع وزارة الداخلية السياحية عمليات بيضاء للتوقي من الخطر الإرهابي. واحدة من هذه العمليات التي وقعت في مطعم سياحي نتابعها في الريبورتاج التالي. هذه محاكاة لعملية مداهمة لمطعم سياحي تحصن به إرهابي يحمل جسما متفجرا ويحتجز عددا من السواح. عناصر الفرق الأمنية التي تشارك في العملية البيضاء تشتت تركيز الإرهابي بتفجير قنابل صوتية ثم تهاجمه من جهات مختلفة مستخدمة الدروع المضادة للرصاص. وقمنا بتأمين المكان والسيطرة معناها على الأشخاص وقتل الإرهابي واعتقلنا 4 من الناس. بعد تحرير الرهائن تشرع الفرق الفنية المختصة في التعامل مع الجثة الإرهابية ومع القنبلة التي أراد تفجيرها في المطعم. احنا عندنا فريق متاع متفجرات نستدعوه هو اللي يحرك الرجل الآلي هذايا باش نتفادوا اللي قاعده تصير جرة المتفجر، الخسائر البشريه ولا الخسائر الماديه. الأطراف الأمنية والسياحية ستنظم عمليات مماثلة في عدد من المناطق السياحية للرفع من جهة من الجاهزية وللطمأنة من جهة أخرى. واليوم نعتبر أن العملية دي إن شاء الله توصل رسائل طمأنة، خاصة كما قلت لك هو عملية تسويق باش يعرفوا اللي تونس راهي عندها استعداد تام باش تتوقع العمليات هذه. الوحدات الفنية والتي من ضمن مهامها التحليل الجيني شاركت في هذه العملية البيضاء إلى جانب وحدات مكافحة الإرهاب والأمن السياحي والحماية المدنية ومختلف مراكز الأمن بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة.